ازيك يا غالي؟ إيه الاخبار؟ واهلا بيك في فيديو المراجعه الكامله للايفون 17 برو. ايفون برو معناها انك هتاخد جهاز برو الى اقصى حد ابل شايفاه، من غير ما نبص لشويه حاجات ممكن ما يبقاش ليها لازمه ليك كمستخدم، عشان نقدر نحط لك سيت اب كاميرات احترافي تقدر تعتمد عليه بشكل كبير، سواء كنت مستخدم عادي او مستخدم محترف. لانك لو مستخدم عادي فانت هتاخد نتائج مبهرة من الكاميرات دي في كل الأحوال وفي كل ظروف الإضاءة تقريبا، خاصة من السنسور الأساسي. السنسور اللي لو استغليته صح تقدر تطلع منه أكتر صور مبهرة للعين ممكن تتخيلها موجودة في موبايل فلاج شيب دلوقتي. صور فيها عزل حقيقي وشاربنس طبيعية وأسلوب معالجة ألوان يميل إلى الطبيعية، تقدر تعدل عليه في الفوتوغرافيك ستايلز العبقرية اللي بتخليك تخلي الموبايل يصور بعينك انت مش بعين الشركة او اسلوب معالجة الشركة. الكاميرا التليفوتو الجديدة ال 48 ميجا بكسل اللي بقت 4x بدل ما كانت 5x، سبب ده ايه مش عارف، وبقت تقدر توصل ل 8x. بيقولوا عليه اوبتيكال كواليتي، يعني جودة حقيقية من الزوم، ولكن ده طبعا مش حقيقي، انت ده بيبقى كروب من السنسور، ولكن بصراحة بتبقى الكواليتي بتاعته محترمة جدا جدا. وكمان صور البورتريه اللي بتطلع من العدسة الجديدة دي صور ممتازة جدا، مليانة تفاصيل عن العدسة اللي فاتت اللي كانت 12 ميجا بكسل بس، والسنسور بتاعها أصغر بشوية من السنسور الجديد اللي موجود في الكاميرا دي. والكاميرا الالترا وايد اللي بتاخد بيها صور واسعه جدا جدا، وكانت 48 ميجا بكسل من الجيل اللي فات، اللي بتستخدم في تصوير الماكرو او الاشياء القريبه من الموبايل، لان العدسه الاساسيه هنا لسه فيها نفس المشكله اللي موجوده في عدسات الايفون الاساسيه من ايام ال 14 برو ماكس، وهي مشكله الفوكال لينث او الفوكال ديستانس، ان العدسه دي لو قربت منها شيء لمسافه معينه ما بتقدرش تعمل عليه فوكس او تركز عليه، لازم تفضل تبعد واحده واحده لغايه اما العدسه تبدا تميز العنصر اللي انت بتصوره ده عشان تعمل عليه فوكس. فعشان تقدر تصور العناصر القريبه دي بتضطر تنقل على الكاميرا الالترا وايد اللي مهما كانت ممتازه 48 ميجا بكسل بقى بتاع ما بتبقاش بنفس قوة السنسور الأساسي الكبير اللي بيدي عزل طبيعي من غير بورتريه ولا بتاع. وبمناسبة البورتريه زي ما متعودين من أبل بقالنا شوية، تقدر تاخد بورتريه بال 2x كروب من السنسور الأساسي أو بال 4x السنسور المستقل التليفوتو. في 8x في 8x. طب ليه مفيش بورتريه 8x؟ مش عارف ليه مفيش بورتريه 8x. الصور اللي بتطلع من ال 8x بيبقى شكل الوش فيها جميل جدا، فعشان تقلبها بقى بورتريه لازم تاخدها على ابلكيشن تاني، لانك لو ما عملتش كده فالتفاصيل كلها بتبقى سايحه على بعض كده، لان الاوبجكت اللي انت بتصوره بعيد جدا عن العدسه فمش قادر يعمل عزل طبيعي. انها في الاول والاخر كاميرا موبايل مهما كان سمكه، واي نعم تخن شويه محتاج يعمل دايت الجيل الجاي ان شاء الله، برضه دي عدسه موبايل. واللي ابل ما بتسيبش فرصه عشان تطور فيه هو تصوير الفيديو. دلوقتي بقى تقدر تصور بال 17 برو ProRes رو بالبلدي كده، فيديو الدقيقه بتاعته ب 6 جيجا بايت، محتاج كونتينر وراه يا باشا عشان تقدر تحمل الملفات دي على الذاكره الخارجيه، لان انت ما تقدرش تصور ProRes رو اصلا على ذاكره الموبايل الداخليه حتى لو كانت النسخه الجديده ال 2 تيرا بايت. وحتى لو ما كانتش ProRes رو، حتى لو كانت ProRes لوج اللي بيديك الوان فلات تماما وتقدر انت تضيف لاتس وبعد كده وتعدل على الالوان دي عشان توصل بعينك للوك اللي انت عاوزه، حتى لو هتصور فيديو عادي من غير ProRes رو ولا لوج ولا اي حاجه، انت لسه بتاخد احسن فيديو ممكن يطلع من موبايل في الكوكب. حتى لو من ابلكيشن الكاميرا بتاع الموبايل نفسه، مش محتاج ابلكيشن كاميرا احترافي زي بلاك ماجيك او فاينل كات. واللي بقى احترافي كمان الكاميرا الاماميه مع سنسور جديد ال 18 ميجا بكسل المربع، اللي بقى يقدر دلوقتي يصور سواء كان صور او فيديوهات باي اسبكت او اي ابعاد انت عايزها بالوضع الافقي. يعني انت دلوقتي ماسك الموبايل بالوضع الطبيعي تقدر تصور فيديو بالعرض، وفيديو كواليتي بتاعته ملهاش مثيل بجد. وتقدر كمان تصور ProRes رو او لوج بالكاميرا الاماميه. يعني خلاص هو ابل
اعترفت رسميا ان احنا الكاميرا الاماميه بتاعت اجهزه البرو او بتاعت اجهزه ال 17 بقى، بدايه من ال 17 هي بقت كاميرات احترافيه، وفي البرو بالذات عشان الكودكس المختلفه بتاعت الفيديوز. فسيت اب الكاميرات اللي موجود في ال 17 برو هو بجد يكاد يكون ملوش مثيل في اي موبايل موجود في الكوكب. وما تستعجلش على الحكم بان مطبقاتي، كمل معايا الفيديو للاخر. بمناسبة موبايلات الفلاج شيب اللي في الكوكب، فالموبايل ده تسعيره زي تسعير أي موبايل فلاج شيب في الكوكب، بيبدأ من 1000 أو 1100 دولار. بل موبايلات الألترا مثلا من سامسونج بتبدأ من 1300 دولار أو 1400 دولار، مش فاكر الرقم بالظبط. فمشكلة الجهاز ده عندنا هنا في مصر ب 86 أو 87 ألف جنيه، ال 17 برو ماكس 95 ألف جنيه. فهل الأرقام المرعبه دي تستاهل ان هي تدفع في الجهاز ده؟ ده اللي هتعرفه في اخر الفيديو. وعشان تعرفوا وعشان تعرف اللي جاي كمان ان شاء الله، ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك لغايه دلوقتي، يعني ان اعتقد ان هو عجبك. وتابعنا حسابات على السوشيال ميديا، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. وما تنساش تنضم لجروب التليجرام اللي بنبيع عليه اجهزه مستعمله وجديده، ايفون، سامسونج الترا، اجهزه ماك. خلينا بقى نكمل شغلنا في المحتوى ده بالكلام عن تصميم ال 17 برو اللي مش محبب خالص بالنسبه لي. تصميمه شكله بجد اسوأ ما يكون. الخامات اللي اختلفت، بقت ألمونيوم اللي هو أرخص المعادن اللي ممكن تتحط في موبايل، وأرخص معدن بيديك إحساس بالفخامة. والكاميرا بلاتو البروز السخيف جدا، وقطعة السيراميك شيلد اللي لونها مختلف عن لون الموبايل، اللون نفسه البشع، السمك الزيادة، كل ده بيديك إحساس ماسكة في الآخر مش ألطف حاجة، او اقل فخامه بشويه حلوين من حتى الايفون اكس اس ماكس. لكن اللي بيديك بالفعل احساس بالفخامه هي الشاشه العبقريه اللي موجوده في الجهاز ده. كارقام، كبانل او لوحه، ما اختلفتش عن الاجهزه اللي قبل كده تقريبا. اللي اختلف فيها ان ابل بتقول لك ان الموبايل ده يقدر يوصل ل 3000 نتس كسطوع اقصى للشاشه، وضافوا عليها حمايه للعين او ظبطوا معدل الوميض البي دبليو ام عشان لو تستخدم الموبايل بالليل وانت مقلل سطوع الشاشه عينيك ما تتعبكش. تجربه المشاهده هنا عموما ممتازه جدا، ما فيهاش اي مشاكل، ما اختلفتش عن الاجيال الممتازه اللي قبل كده. هكذا تجربه الاستخدام اليومي العادي، بل بقت احسن كمان مع تظبيط البي دبليو ام. وبالنسبه للتجربه الصوتيه، فالموبايل ده بيديك كواليتي صوت عبقريه وتفاصيل ممتازه جدا. ممكن ما يبقاش كحجم صوت اعلى حاجه، ولكن كتفاصيل لا، هو يتفوق على كل الفلاج شيبس اللي موجوده معاه تقريبا. ولكن ليه نقلنا السماعه من شمال الجهاز ليمينه؟ خلاص الدنيا زنقت قوي. احنا عارفين ان انتوا عاملين كل الهكسايه بتاعت التصميم دي عشان التبريد وعشان البطاريه، بس خلاص الدنيا زنقت لدرجه ان السماعه ننقلها الناحيه الثانيه، ولدرجه ان نسخ الاي سيم بطارياتها اكبر من النسخه الفيزيكال. يعني النسخه اللي معايا دي فيزيكال 17 برو تقريبا 4000 ملي امبير، النسخه الاي سيم توصل ل 4250 ملي امبير تقريبا. فخلاص زنقت عين السيم تري ومكان السماعه، هم اللي عاملين ازمه في الكوكب كله. ما سمعتوش عن السيليكون كاربون؟ طيب ما سمعتوش عن احمد صدومه؟ طيب تنزلوا تعملوا له لايك وتشتركوا في القناه. شيلوا الكاميرا كنترول اللي محدش بيستخدمه. انا واثق ان الجيل اللي الجاي البتاع ده هيتشال. شيلوا وكبروا البطاريه، او خلوا الاي سيم زيه زي الفيزيكال سيم في البطاريه، وخلوا السماعه مكانها. مكسوفين ان هو يبقى عدى عليه جيل واحد وفشل لدرجه ان احنا شلناه الجيل الجاي ده، احنا ابل يابا. وبالنسبه للاداء، فانت هنا معاك اقوى موبايل في العالم كهاردوير، معاك الاي 19 برو، والرام بقت 12 جيجا بايت لاول مره في اجهزه الايفون. فالهاردوير هنا متوحش جدا يعني. وغرفه التبريد الجديده بقى اللي معمول عشانها الهاكسايه بتاعت التصميم دي، اللي هي بالفعل بتخلي درجات الحراره في ال 17 برو اقل شويه من ال 16 برو، بس مش لدرجه ان احنا نغير كينونه التصميم عشانها يعني. لكن ما علينا خلاص، عشان ما نزهقش بعض في موضوع التصميم ده، لانه عامل لي خرم في دماغي يعني. الاداء ممتاز كتعديل صور، كتعديل فيديوهات، كاستخدام يومي، كل حاجه 10 على 10. مفيش اوبشن الانتقاد اصلا، ده جهاز فلاج شيب. ولكن ده طول ما السوفت وير مستقر، لان الاي او اس 26 هو واحد من اسوأ نسخ السوفت وير اللي ابل انتجتها في تاريخها. لان السوفت وير ده
بيهنج، بيكريش تطبيقات، بيعمل انيميشنز كتير غلط، بيخليك تضطر تفصل الموبايل بالكامل، تيجي تحول لكاميرا معينه ما يشتغلش غير لما الموبايل يتعمل له ريستارت. فاتمنى الحاجات دي تتحل في اقرب وقت، عشان ده بجد نسخه سوفت وير سيئه للاي او 26 ده. كل ده عشان تغيير الشكل والليكويد جلاس ومش عارف ايه وبتاع. وبالنسبه للي ابل بتسميه ذكاء اصطناعي، يعني طبعا ده ملوش اي 30 لازمه في الحياه كلها، ولا هتستفيد بيه. انا من ساعه ما فتحت الموبايل ده من علبته ما فكرتش حتى افعل اصلا الابل اي اي اللي موجود في الاعدادات، ولا سيري، ولا كل العبث اللي هم بيروجوا له من ايام ال 15 ده. طب البطاريه يا عم صدم، بعد بقى ما نقلوا كل حاجه فوق في البلاتو وحطوا لنا البطاريه لوحدها تحت، البطاريه اكيد بقت احسن صح؟ مفيش الهجص ده. بطاريه الجهاز ده هي بطاريه الايفون 16 برو. اقصى وقت خدته مع الجهاز ده في الاستخدام اليومي العادي 6 ساعات، 6 ساعات ونص. وبالنسبه للموبايل كحجم هو رقم كويس، ما فيش اي مشاكل يا باشا. على الرغم من زي ما بقول لك ال 13 برو كانت بطاريته 83 كان بيديني عدد ساعات اقل من الباشا الجديد ده بحاجات بسيطه خالص، ولكن ماشي. هل ده ممكن يتحل لما السوفت وير يتظبط شويه؟ هل ممكن ناخد ارقام عدد ساعات شاشه شغاله اكبر من كده شويه؟ ممكن. الفرق الوحيد في سرعه الشحن، ان الباشا ده بقى يشحن 50% في تلت ساعه بدل ما كان 50% في نص ساعه. ووقت الشحن في الاجمالي يعني قل بتاع ربع ساعه مثلا ولا حاجه، فكتر خيرك يا ابل والله. طيب في الاخر بقى الجهاز ده بعيدا عن السعر، ارميه كده على جنب. نفترض ان احنا في بلد تسعير الموبايلات كل سنه زي ما هو وما بنشوفش اي خوازيق، فهو كصفقه لوحده كده لحد بقى محترف فهو 100% ابروفد، فاهم؟ مفيش اي نقاش. بالنسبه لاي مستخدم عادي تروح تشتري جهاز ب 86,000 جنيه، انا اسف تبقى غبي عشان يتقال عليك روش. خلاص كانت زمان بقى الحاجات دي، من ساعه ما ابلكيشنز التقسيط ظهرت والناس كلها بقت شايله ايفون، ما بقاش في حد يشوف حد شايل ايفون غني ولا روش ولا كل الهجص اللي كان موجود زمان ده. بالعكس، اللي هيشوفك شايل موبايل زي ده وانت اصلا مقسطه ولا مش لاقي تاكل ولا بتاع، ما تبقى غبي. قسطه لو بتستفيد منه، قسطه لو هتصنع بيه محتوى، المحتوى ده يجيب لك فلوس. طيب تشتري ايه؟ الايفون 17 العادي، على الرغم من انه لسه غالي جدا برضه ب 60,000 جنيه في مصر، ده رقم مرعب، ولكن احسن من 86,000 جنيه. كل ده لو انت عايز تشيل اخر فئه بقى، اخر جيل من اجهزه الايفون. لكن غير كده انت ايفون 15 العادي يكيفك. فكك بقى من جو الرخص بتاع ان انا لازم موبايل يبقى 3 كاميرات عشان ابان جامد بقى والحاجات دي، يعني فك. لان ال 15 العادي بيديك 2 اكس، انت بتعمل ممكن تعمل سيت اب صناعه محتوى كامل، والله العظيم مش بافور، بكاميرا، بماك بوك، باضاءه، بكل حاجه. تبدا تصور من بكره وتصنع محتوى من بكره، تقدر تطلع عمره، تقدر تسافر اوروبا سياحه، لو انت خاطب مثلا تشطب جزء من شقتك. بس ما الناس دي بتقسط الموبايلات بس، اشتريه وبيعه وهو متبرشم زي ما هو، وخد الفلوس دي استفيد بيها. لكن انك تروح تشيله في موبايل لو انت واقف في البلكونه وقع منك هيبوظ، ضاع 100,000 جنيه وقعت من البلكونه. ولكن المحترفين لو هيدفعوا ضعف المبلغ ده في اداه واحده، فهو كده كده بيطلع فلوس من وراها واضعاف اضعاف. وبس كده. لو عجب الفيديو متنساش تعمل لايك، تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس، وتتابعنا حساباتي على السوشيال ميديا، وتشترك في قناه الفلوجز، وتنضم لجروب التليجرام. خطوات كتير بس لما تعملها بعد كده مش تعمل غير حاجه واحده بس، لايك للفيديو.